أهلا بكم في قناة فيلم في برشامة. اليوم سأعرض لكم ملخص فيلم رعب وأكشن وفانتازيا أتمنى أن تستمتعوا به. يبدأ الفيلم بقناصة تصوب بندقيتها وفي انتظار وصول طائرة، وعندما يخرج رجل من الطائرة تطلق المرأة النار، ثم تلتقط فارغ الذخيرة وتفكر في خطة الهروب. في مكان آخر يستيقظ رجل من كابوس وينطلق بسيارته في الليل على أمل أن ينسى الحلم المروع. يقضي الساعات حتى الفجر بجوار البحر وهو يحدق بحزن على زوجين سعداء يمشون كلبهما. في وقت لاحق يتلقى رسالة من مرسل مجهول وينطلق إلى قاعدة موشاة البحرية، وعندما يصل إلى القسم الفيدرالي الخاص بالقاعدة يتوجه إلى مكتب امرأة تدعو نفسها العميل بارثولوميو. إنها تعرف أن ليفاي يأتي من عائلة عسكرية وأنه هو نفسه هو قناص النخبة مع 113 عملية قتل صعبة قام بها. بعد تقاعده أخذ عقودا خاصة، لكنه ليس ملزما حاليا بأي التزامات، على الرغم من أنه مستعد في أي لحظة للعمل مع المارينز، إلا أنه يرفض أي عقود لأن الطبيب النفسي العسكري نصحه بالتوقف عن العمل لأن ذلك يؤثر على سلامته النفسية. إنه وحده لا صديقة ولا أقارب قد يقلق عليهم، وأيضا الرجل لا يستخدم أو يجرب الأدوية لأنهم يؤثر عليه بالسلب. كان من الممكن أن يستأنف ليفاي العلاج مع الطبيب، لكنه لا يرى أي جدوى من القيام بذلك، ولا في الواقع في أشياء أخرى كثيرة. وفي الوقت نفسه في مقبرة قرية لاتوانيا الصغيرة يعزف رجلا الموسيقى عندما تقترب ابنته، وهي القناصة التي رأيناها بالفعل تدعى دارسا. اليوم هو يوم الذكرى لأمها وزوجته، ويحاولون دائما الاجتماع في قبرها. لقد سمع الأب أن دارسا أخذت عقدا للقضاء على بلاي، واعترفت الابنة بأنها كانت وظيفة صعبة لأن الرجل الذي قتلته لديه 4 أطفال، لكن والدها يذكرها أنه كان يبيع قنابل الفوسفور وألغام مضادة للسرقة. لا يمكنك حساب عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا الرجل. تسلم دارسا والدها بقايا الذخيرة ويضعه في محفظة مع العديد من الآخرين، مقتنعا بأن ابنته تفعل الشيء الصحيح. يطلب من دارسا البقاء معه لبضعة أسابيع، لكنها تلقت بالفعل أوامر لتقديم تقرير إلى موسكو غدا. والدها لا يحب ذلك. بعد كل شيء هي ليتوانية ولا يجب أن تطيع أحدا. إنه مريض بشكل نهائي ولا يريد أن يموت بألم رهيب، ولذلك قرر إنهاء حياته في يوم عيد الحب. يسألها أينما تكون في يوم 14 فبراير يجب أن تضيء شمعة له وتشغل الموسيقى وتقول وداعا. في وقت لاحق يذهب ليفاي في مهمة أخرى. وصل إلى منطقة مقيدة حيث لا يمكن أن تذهب طائرته. للوصول إلى وجهته سيتعين عليه السفر سيرا على الأقدام على بعد 38 كيلومترا شمالا. إنهم يسلمونه أدواته التي سيحتاجها، وأيضا يسلمونه ظرفا مغلقا يحتوي على المهمة. يستخدم ليفاي المظلات وسرعان ما يهبط في غابة. إنه يواجهها عبر الجبال، ووصل إلى وجهته حيث يتم استقباله من قبل جندي من المفترض أن يساعده في الوصول لوجهته. يسعد جاسبر برؤيته بعد أن أمضى سنة كاملة هناك بمفرده. يعترف ليفاي بأنه لا يعرف شيئا على الإطلاق عن المهمة، ولا حتى هو في أي بلد الآن. وجاسبر لا يستطيع طمأنته لأنه في نفس المأزق. سرعان ما يقوده الجندي إلى برج سيكون بمثابة مكان المعيشة له للعام المقبل. إنه مزود بالخدمات تماما، فهو مزود بألواح شمسية ومولد وخزان لجمع مياه الأمطار. النشاطات متاحة في المنطقة المحيطة، وهناك حتى حديقة. على الجانب الآخر من المضيق يوجد موقعا متطرفا ينتمي إلى الكتلة الشرقية. لا يستطيع ليفاي الوصول إلى هناك حتى لو أراد ذلك. يتم ملء منحدرات الوادي بالفخاخ من جميع الأنواع، لذلك كل جانب يقوم ببساطة بعمله الخاص. العمل هنا بسيط ومناسب لفني مؤهل. يجب عليه إجراء دورية يومية للحدود الغربية وفحص نقاط الدفاع المحصنة. يحدث اتصال مع العالم الخارجي كل 30 يوما للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. يتم تثبيت أجهزة إرسال الأقمار الصناعية على طول الحدود لحماية المضيق عن طريق إرسال إشارات خاطئة، وبالتالي فإن هذا المكان غير مرئي للأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس والطائرات بدون طيار. لا يوجد اتصال مع العالم الخارجي. في أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث، يوجد زر طوارئ ينبه السلطات إذا حدث شيء ما. إذا فشلت جميع الأنظمة أو كان هناك غزو، فسيقوم النظام ببدء بروتوكول الكلاب الضالة. لا يعرف جاسبر ما هذا،
ولكن إذا سمع ليفاي صفارات الإنذار، فإن أفضل مسار هو الركض بعيدا. إنه يعتقد أن كل شيء مرتبط بالحرب الباردة، لأن شخصا ما من الغرب يقوم بدوريات في هذا الجانب، بينما يشاهد شخص آخر من الشرق جانبهم من المضيق. ولمدة 75 عاما لم يكتشف أحد ما هو موجود بالفعل داخل المضيق. الهدف الرئيسي هو عدم ترك كل ما هو في المضيق يخرج. قبل عام عندما تولى، اعتقد جاسبر أيضا أن الذي كان يخدم في المكان قبله قد أصبح مجنونا، لكنه كان يتحدث عن شيء وأطلق عليه الحراس اسم الرجال المجوفين. لا يعرف جاسبر ما هذا، ولكنه يعلم أنه في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي تم إرسال 3 كتائب مكونة من 2400 شخص من الجيش لاكتشاف ما بداخل المضيق، لكن لم يعود أي منهم. بعد ذلك تحولوا إلى نظام احتواء. تعلم جاسبر كل هذا من قصص من جاء قبله، لكن الجندي نفسه يعتقد أن المضيق هو مدخل للجحيم، وهم يحرسون البوابات. يودع الرجال بعضهم، ويتوجه جاسبر إلى نقطة التقاط، حيث من المفترض أن تلتقطه طائرة هليكوبتر. بعد فترة وجيزة تظهر الطائرة في السماء وتسقط حبلا، ويربط جاسبر نفسه ويبدأ بالتحرك، ولكن فجأة يطلق النار عليه الطيار ويرمي جسده. ثم يقدم تقرير إلى بارثولوميو أنه تم الإقصاء. ويمر شهر، ويفي ليفاي بواجباته بجد، ويذهب في دوريات يومية والتحقق من جميع الأسلحة، وضمان أن تكون الألغام جاهزة، ثم التحدث لرؤسائه للإبلاغ عن أن كل شيء يعمل بسلاسة. في وقت فراغه يقرأ الكتب في البرج. وفي يوم من الأيام يلاحظ بعض الكتابات على الحائط، والتي يفترض أنها من قبل من جاء قبله، مؤرخة من العقود الماضية. في بعض الأحيان يميل إلى الحديقة، ويحصد آخر منتجات الموسم. ويوم واحد يسمع صوت المنشار من الجانب الآخر من المضيق. بالنظر في المنظار يرى امرأة، وتكون هي دراسا، ولكن عندما تراه يتحرك بعيدا تعود إلى مهمتها. في تلك الليلة يستيقظ ليفاي من كابوسه المعتاد، يفزع ويمسك بندقيته، ولم يدرك أنه كسر كوبا وقد داس بقدمه على الشظايا. وبالرغم من الدم والألم فهذا ساعده على استرجاع وعيه، ويلتقط منظاره ويرى دراسا التي لا تنام أيضا، ولكن عندما تلاحظه تطفئ شموعها وتتحرك في غرفتها. شهر آخر يمر، ودراسا تحتفل بعيد ميلادها، ثم تبدأ في مشاهدة ليفاي. وبسبب الشعور بالملل قررت أن تلعب لعبة. أطلقت النار في الهواء لجذب انتباهه. عندما يصل إلى منظاره تحمل لوحة تسأل فيها عن اسمه. يحذرها من أن الاتصال ممنوع، لكن دراسا لا تبالي. تكتب اسمها، وبما أن عيد ميلادها تعلن أنها ستفعل ما تريد. يضحك ليفاي ويكتب اسمه، ويقترح أن يكون لديهم مشروب على شرفها. ثم تشغل المرأة الموسيقى وتطلب منه الرقص معها، لكن ليفاي يصر على أنه ليس لديه فكرة عن كيفية الرقص. دراسا لا تصدقه. بالتأكيد يجب أن يكون هناك شيء جيد فيه. يعترف ليفاي بأنه قناص جيد. دراسا تريد إثبات. يضع ليفاي قارورته على حافة الحاجز، ويخطط لإطلاق النار عليها، لكن دراسا تحطمها أولا بتسديدة خاصة بها. ردا على ذلك يدمر ليفاي زجاجة النبيذ برصاصة، ثم تضع دراسا زجاجة أخرى على رأسها لترى كم هو محترف حقا. لكن فجأة فقدت توازنها للحظة، وتنزل الزجاجة وتطلب منه النظر للأسفل. ليفاي لا يرى جيدا بسبب الظلام، ولكن سرعان ما يكتشف شيئا يتحرك، وهو مخلوق غريب يشبه شجرة حية. يطلق النار على هذه الكائنات، ثم تبدأ الألغام بالانفجار، لكن البعض الآخر يواصل تسلق الجدار. تفتح دراسا الآن النار أيضا، مما يساعد ليفاي إسقاط الوحوش، ومعا يقتلون العديد من المخلوقات، وبعد ذلك يحل الصمت على المكان. ولكن بمجرد أن ترجع دراسا إلى الوراء كان أحد الوحوش على وشك الإمساك بها، والكائنات تستمر في التحرك نحو المرأة وتتجاهل إطلاق النار، ويساعدها ليفاي بإطلاق النار من بندقيته. يدرك على الفور أن الرجال المجوفون يهاجمون جانبها من المضيق، لذا فهو الآن يطلق النار على جانبها ويساعد المرأة على محاربتهم. تنفجر الألغام على حافة المضيق، وليفاي يغطيها بنيران الرشاش تماما كما فعلت من أجله قبل لحظة. وأخيرا ينتهي الاعتداء، ويجلسون في الظلام لفترة طويلة في محاولة لاستعادة رباطة جأشهم. ثم تعالج دراسا الجرح الذي لم تلاحظه أثناء المعركة، وتكتب أن هذا كان أروع عيد ميلاد على الإطلاق. في الصباح يتفقد ليفاي جانبه من المضيق،
وهو يصلح الثغرات في الدفاعات الناجمة عن معركة الليل ووضع المزيد من الألغام. فجأة تظهر طائرة بدون طيار من المضيق أدناه، مما يؤدي إلى رد فعل فوري من البرج على جانب ليفاي. يراقب الرجل بقلق لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك، لكن الطائرة بدون طيار تطير بعيدا ولا يوجد رد فعل للبندقية. شهر آخر يمر، وليفاي يقوم بالأعمال المنزلية في وقت فراغه بينما تلعب دراس البيانو. ثم في يوم من الأيام ترى دراس شجرة عيد الميلاد مضاءة عبر المضيق ومكتوب اسمها. كلاهما يبنيون رجال الثلج ويطلقون عليه اسم الشخص الآخر، ومع الوقت يقتربون لبعضهم البعض، حتى أنهم يبدأون في لعب الشطرنج معا، ويعرفون تحركاتهم ليقوم الآخر بدوره. في إحدى الليالي يقوم الزوج بإعداد حفلة موسيقية باستخدام أي شيء يمكن أن يستخدم كأدوات للإيقاع. ويصل شهر فبراير. يستيقظ ليفاي مرة أخرى من كابوس ويخرج إلى الشرفة، حيث تكون الريح قوية. إنه يدرك أن دراس مستيقظة أيضا. في الصباح يكتب لها ملاحظة، لكنها لا تستجيب لأنه اليوم 14 فبراير. إنها تقوم بتشغيل الموسيقى التي كان يحبها والدها وتبكي. عندما يلاحظ ليفاي هذا يسأل ما حدث. دراس تقر بأنها تواجه يوما صعبا وتتمنى فجأة أن يكون معها. لا يستطيع ليفاي النوم طوال الليل، ويفكر في الوضع، ثم يقرأ كلاما على الحائط عن شجاعة أولئك الذين ذهبوا بعيدا، ويقرر البدء في عمل مودة معقدة. في الصباح ترى دراس ليفاي يطلق قنبلة يدوية عبر شاطئها مع حبل متصل، وبالتالي إعداد معبرا باستخدام كابل مؤقت. والكابل يمر عبر الغابة، وتجد دراس الجهاز وتربط الحبل بشجرة. ثم ترى ملاحظة مع دعوة لتناول العشاء. يرتب ليفاي نفسه ويجمع باقة من الزهور البرية، ثم يطلق نفسه من جانبه من المضيق. تكون سرعته جيدة في البداية، ولكنه يبطئ قبل الوصول إلى النهاية، ويجب أن يسحب نفسه باليد، وهو أمر غير سهل. تدعوه دراس إلى الحصول على فطيرة قامت بطهيها بنفسها، ويقدم لها الزهور. لا يسعه التعبير عن إعجابه، فعن قرب إنها أكثر جمالا. وتقترح أنه يجب أن يستحم أولا، لأنه تفوح منه رائحة العرق بسبب العبور. ليفاي يضحك، موضحا أنه أخطأ في تقدير ما حدث معه أثناء العبور على الحبل. تعد دراس بإحضار بعض الملابس له التي خلفها الجنود السابقين، لكنه يجبر على الركض عاريا للارتداء لأنها علقت الملابس بعيدا عن المسبح. في وقت لاحق يتناولون الغداء، وبدأوا بتخمين مكان وجودهم في العالم. تم تخدير كلاهما أثناء النقل، لذلك ليس لديهم أي فكرة. يمكن أن يقول ليفاي شيئا واحدا بالتأكيد: إنهم في نصف الكرة الشمالي. ثم يعترف بأنه قناص. على الفور تدرك دراس من هو. كانت تسديداته في اليمن قمة البراعة. ليفاي يحول المحادثة إلى موقعهم. تشرح دراس أن والدها نصحها بعدم قول الحقيقة الكاملة. يتحدث ليفاي عن طفولته في ولاية أوريغون، حيث علمه والده كيف يطلق النار. في تلك الليلة يقومون بتشغيل الموسيقى، وتحاول دراس أن تعلمه الرقص، وتشير على أنه كاذب بشأن عدم معرفة كيف. إنه رشيق للغاية. وبعدها يقومون بالعلاقة. بعد ذلك يتحدثون عن كل شيء، حريصون على معرفة المزيد عن بعضهم البعض. يعترف ليفاي بأنه كتب قصيدة لها، لكنه يرفض أن يقرأها. وفي الصباح يقول ليفاي وداعا لها، معترفا بأن فطيرتها كانت ببساطة رائعة، ثم يعود عبر المضيق. ولكن عندما يقترب من الجانب الخاص به ينفجر منجم ويقطع الحبل ويسقط في المضيق. تلتقط دراس سلاحها على الفور ومظلة وتقفز من بعده، لكن الضباب الكثيف يخفي نهرا تحته وتبدأ بالغرق فيه. بالكاد تمكنت من التحرر من حبال المظلة، وفقدت معداتها، وتكافح من أجل البقاء من خلال التشبث بشجرة ساقطة. في هذه الأثناء يعلق ليفاي فاقد الوعي رأسا على عقب في أحد أشجار المضيق الهائلة، غير مدرك أن فروعها على قيد الحياة، وتتحول إلى مخلوق غريب يشبه الحشرات على وشك التهامه. لحسن الحظ أنه يستعيد وعيه ويطلق النار على الوحش. تسمع دراس الطلقات وتجري نحو الصوت، بينما يسقط ليفاي من الشجرة. وقع على بعض الجذور، ويدرك أنهم يستيقظون ويحاولون سحبه تحت الأرض، ويبدو أنهم يعتزمون على تناوله. إن فتحة عملاقة تشبه العظام على وشك الإغلاق عليه، ولكن في هذه الأثناء تصل دراس وتضرب النار، مما تجعل الجذور تتراجع. يشكر ليفاي دراس على قدومها لإنقاذه،
لكنه متأكد من أنه كان سيفعل نفس الشيء بالنسبة لها. يتجولون في الغابة الضبابية ويناقشون كيفية الخروج من هناك، عندما فجأة حصان مصنوع من جذور متشابكة يهاجمهم. والراكب هو شخص بشري على شكل جذور مترابطة. يتفادى الكائن الغريب رصاصاتهم ثم يهاجم دراسا بينما يحارب ليفاي الحصان. بالكاد يتمكن الزوجان من هزيمة هذا المخلوق الغريب. يخمن ليفاي بأن البشر الأحياء بمثابة طعام لهذه الوحوش النباتية. ثم تدرك دراسا أنها فقدت حبلها في النهر، والآن لا يعرفون كيف يمكنهم الصعود. تقترح متابعة النهر على أمل وجود مخرج في مكان ما. يشير ليفاي إلى بقايا الزي الرسمي على الكائن الساقط. يجب أن تكون هذه بقايا هؤلاء الجنود الذين اختفوا. وبدأوا بالتحرك، ويتعجبون من التشابك الغريب والرعب من الأشجار والشجيرات التي تتضمن الأشكال البشرية بوضوح. يجدون مبنى يشبه الكنيسة ويذهبون إلى الداخل. لا تزال المقاعد موجودة، وهنا يرون بقايا بشرية عليها. يكتشف ليفاي رائحة مألوفة وأن هؤلاء الناس قد ماتوا بسبب التسمم. ولكن كيف كان هذا قد حدث؟ تطلب منه دراسا أن يغادروا في أقرب وقت ممكن، ولكن للأسف تنزل مجموعة من العناكب الضخمة فجأة عليها من الأعلى. يطلقون النار على الخروج والركض للباب، تماما مثلما تبدأ الجثث المحنطة في المقاعد في التحرك. دروسا تطلق قاذفة القنابل في جدار الكنيسة وينفجر في لحظات، وتمكنوا من الهروب من هذا الكابوس. يحاولون الاختباء، لكن هذا مستحيل. الوحوش في كل مكان. تقترح دراسا أنهم يبقوا بالقرب من جدار المضيق، حيث لا يمكن لأحد على الأقل الهجوم من الخلف. يركضون هناك ويجدون مدخلا إلى حظيرة صغيرة، حيث يمكنهم حجز أنفسهم والحصول على القليل من الراحة. سرعان ما يدركون أن هذه قاعدة مرتبطة بصخرة المضيق. يكتشفون مختبرا قديما مليئا بالمواد الكيميائية والمركبات. وأثناء البحث يجد ليفاي مولد لتشغيل الأفلام لا يزال يعمل على الرغم من كل السنوات. وتأتي الأضواء ويجد ليفاي جهاز عرض، ويشاهدون فيلما يصف فيه عامل مختبر تحالفا سريا للدول الشرقية والغربية. بالقرب من نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما كان أوبنهايمر يخلق القنبلة النووية، كانوا يطورون سلاحا نوويا كيميائيا من قوة مدمرة غير مسبوقة في هذا المختبر. فجأة ضرب زلزال شديد المضيق، مما أدى إلى تدمير المختبر. إن التلوث الكيميائي الحيوي الناتج يدمج الحمض النووي البشري مع النباتات والحيوانات وحتى الحشرات، وتحويل الناس إلى وحوش. ومع ذلك تحول بعض الأفراد إلى أكثر مرونة للعدوى. إذا لم تظهر أي طفرة في غضون 5 أيام يكون الشخص محصنا. تظهر المرأة في الفيلم تغييرات مخيفة على جسدها، بينما تلاحظ دراسا مصلا مختوم يحتوي على بعض الحلول. في هذه الأثناء تستمر العالمة قائله إن الإنسانية قد لا تستمر إلا لأن المضيق في منطقة غير مسكونة، وتطلب المغفرة وتأمل أن يرحم الله عليهم. وبعدها ينتهي الفيلم. ينتقل الزوج على الفور وسرعان ما يجد غرفة تحتوي على معدات حديثة لم تكن موجودة بوضوح في منتصف القرن العشرين، لذلك يجب أن يكون المختبر قد عمل حتى وقت قريب. ولكن لماذا لا يفجرون المكان ببساطة للقضاء على التهديد للبشرية؟ يشغل ليفاي جهاز كمبيوتر ويقرأ اسم منظمة عسكرية تسمى داركلايك. إنه يدرك أنهم لا يعملون لصالح الجيش، ولكن لشركة خاصة، من الواضح أنها شركة ثرية وقوية للغاية. إنه يعرف أن الطائرات بدون طيار من داركلايك تجمع العينات الهجينة في جميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن تقوم الشركة بإنشاء جنود فائقين وحماية أسرارها. ثم يرى ليفاي اسم برنامج كلب طائش، ويتذكر تحذير جاسبر. إنه يدرك أنه الكود لقنبلة حرارية كان ينبغي أن تدمر المضيق في حالة الطوارئ، ولكن يبدو أن الزلزال أضر به. يعترف ليفاي بأنه إذا لم ينجو من هذا، فقد كان الأمر يستحق كل هذا العناء لأنه استطاع مقابلتها. يستعدون للتقدم إلى الأمام عندما تدرك دراسا أنها نسيت حقيبتها في المدخل، حيث كل ذخيرتهم. ليس لديهم خيار سوى العودة. رموا قنبلة دخان لتغطيتهم، ويتجهون إلى الخارج. تسترجع دراسا الحقيبة، ولكن من الضباب يظهر جذع طويل، ويمسك بساقها ويسحبها بسرعة عالية. ويتضح أنه كرباج الرجل المجوف، وقد استولى على المرأة وسحبها إلى الظلام. تحاول قطع الجذع والهروب بعيدا، لكنها انتقدت إلى شيء وتفقد الوعي. ليفاي يلاحقها وسرعان ما يجد مسدس دراسا.
تستعيد دراسا وعيها لتجد نفسها معلقة في غرفة مع رجل أجوف ينظر لها، يبدو أنه يقرر مكان البدء في الأكل. ولكنها تمكنت من تحرير نفسها والقتال، لكن الوحش قوي للغاية. تشعل دراسا فيه النار، لكنه لا يتأثر بها. ثم يظهر ليفاي وينقذها. يفحص الرجل المجوف ويدرك أنه بقايا أحد الجنود الذين جاءوا قبله. يغادرون وسرعان ما يكتشفون الصواريخ التالفة وحشد من البشر المتحورون، ويحاول اندماجهم مع النباتات المكان إلى كابوس. يختار دراسا وليفاي طريقهما الماضي، لكن أحد البشر يمسك بالكفاح دراسا وليفاي من أجل تحريرها ويفرون، ثم يطلقون النار على الأوتار الحية حتى تطلق دراسا قنبلة يدوية، مما يجعلهم يتمكنوا من الهروب. قبل مضي وقت طويل، يجدون سيارة جيب لا تزال تعمل مزودة بونش قوي، وقاموا بقياتها إلى حافة المضيق. بينما تحارب دراسا الرجال المجوفين، يستخدم ليفاي الكابل وتشغيل الرافعة لتسحبهما إلى أعلى، وتبدأ السيارة في التحرك للأعلى، لكن الوحوش لن تتوقف. وفي هذه الأثناء هاجموا عليهم الرجال المجوفين، ولكنهم يسقطون جميعا. وعندما يكونون على بعد بضعة أمتار فقط من الأعلى، ينزلق ليفاي تقريبا، ولكنه يتمكن من الإمساك بالسيارة. ثم يشعل خزان الغاز حتى يقضي على المخلوقات التي لا تزال تتشبث بالحبل. ويقطع الحبل فتسقط السيارة للأسفل، وأيضا الرجال المجوفون، بينما يتدلى ليفاي ودراسا من الهاوية. تمكنوا من الوصول إلى برج دراسا. بعد قضاء لحظة لاستعادة رباطة جأشهم، يفكرون فيما يجب القيام به بعد ذلك. إذا كانوا مصابين، فهناك خيار واحد فقط، وهو النزول للمضيق مع المصابين، لكنهم بحاجة إلى الانتظار 5 أيام أولا لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تظهر. يعترف ليفاي بأنه قد تم إرساله هنا لأنه ليس لديه أحد، لذلك لن يبحث أحد عنه، ولكن الآن كل شيء قد تغير. تقترح دراسا الفرار إلى فرنسا، لكن ليفاي يعتقد أنه يجب عليهم تدمير المضيق أولا. يعبر مرة أخرى ويعود إلى التحدث مع رؤسائه، وأبلغهم أن كل شيء طبيعي. ومع ذلك، اكتشفت الطائرات بدون طيار نشاطا مريبا من المراقب الشرقي، لذلك تأمر بارثولميو بإقصاء ليفاي. ليس لديه أي فكرة أنها كانت تراقبه، ويتم إبلاغها تماما برحلته، وتطلب مروحية للاستعداد. في صباح اليوم التالي، يقوم ليفاي ودراسا بجولاتهما المعتادة، عندما تظهر طائرة هليكوبتر. يختبئون في الغابة، لكن الطائرات بدون طيار تجدهم. يحاول الاثنان الخروج من منطقة الألغام في المضيق، لكن الطائرات بدون طيار تفتح النار، ويجرح ليفاي. ولكن تتمكن دراسا من إسقاطهم. وأخيرا يخرجون من منطقة الخطر، بينما ترى بارثولميو أن ليفاي قد ترك رسالة على الحائط، وتدرك أن الوقت قد حان للفرار. لكن ليفاي ودراسا يفتحان النار، مما أدى إلى تفاعل سلسلة من الانفجارات التي تكشف المضيق إلى الأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس. ثم ينطلق بروتوكول الكلب الضل. طائرة الهليكوبتر التي عليها بارثولميو تقلع، ولكن تم القضاء عليها بسبب قوة الانفجار. يسقط ليفاي أيضا إلى النهر بسبب صدمة الانفجار ويختفي. تنتظر دراسا 6 أيام في كهف قريب، ثم تغادر. في وقت لاحق، استقرت في فرنسا، وأخيرا تفتح رسالته الأخيرة، والتي تحتوي على القصيدة التي كتبها لها. وتبكي وهي تتذكره. تبدأ العمل في مطعم، وترى يوما ما ليفاي على طاولة، وتذهب إليه وهي مصدومة وتسأله لماذا ذهب طويلا. يعترف ليفاي بأنه أصيب بجروح بالغة. الآن، إنه مستعد للعمل في مطبخها، وفي النهاية يقبلها. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسي عمل إعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لكي نستمر في تقديم محتوى مثل هذا. شكرا على المشاهدة.